أهلا بيكو. النهاردة هنغوص شوية في موضوع ممكن يكون حساس بس مهم لناس كتير: العلاج بالأعشاب لمشكلة ضعف الانتصاب. أهلا بيك. وموضوع فعلا يستحق النقاش العلمي الهادي. مم. معانا بحث علمي وشوية ملاحظات تانية هنقلب فيها سوا. معروف إن المشكلة دي ليها أسباب كتير، يعني جسدية ونفسية كمان. بالظبط. فهدفنا نفهم المصادر بتقول إيه عن الأعشاب دي، استخداماتها زمان، وإزاي ممكن تكون بتشتغل. يلا بينا نفصص الموضوع ده. خلينا نبدأ بحاجة بسيطة، يعني إيه أصلاً ضعف الانتصاب؟ ببساطة شديدة هو يعني عدم القدرة بشكل مستمر إن الواحد يحقق انتصاب كافي أو يحافظ عليه عشان علاقة مرضية. تمام. والموضوع ده هو مرتبط أساساً بصحة الأوعية الدموية والأعصاب، وتحديداً في مادة مهمة قوي اسمها أكسيد النيتريك أو NO. ال NO ده بنسمع عنه. أيوة، دي المادة اللي بتدي الإشارة للأوعية الدموية عشان تتوسع وتسمح بتدفق الدم كويس للعضو. نقدر نشبهها يعني زي ما يكون عندنا النهر محتاج المجرى بتاعه يكون سالك وواسع عشان المياه تمشي فيه بقوة وسهول. البحثية. إيه أبرز الأمثلة اللي لفتت نظرك؟ في كذا عشبة اتذكرت بشكل واضح. ممكن نبدأ باللي يوهمبي. مم. ده مركب بيستخلصه من شجرة أفريقية. يوهمبي؟ أيوة، طريقة شغله هو إنه بيشتغل على مستقبلات معينة في الجهاز العصبي اسمها Alpha 2 Adrenergic Antagonist. دي تفاصيل علمية شوية. هبسطها كأن في فرامل طبيعية في الجسم بتضيق الأوعية الدموية. اليوهمبي ده بيعطل الفرامل دي شوية فيسمح للأوعية إنها توسع ويزيد تدفق الدم. زمان استخدموه أكتر في الحالات اللي سببها نفسي. يعني ممكن يبقى ليه فايدة، بس شكله ليه جانب تاني. بالظبط كده. وهنا بقى لازم ناخد بالنا جدا، اليوهمبي ليه آثار جانبية ممكن تكون خطيرة، زي إنه يرفع ضغط الدم جامد، يزود القلق، ممكن يعمل نوبات هلع، أوه. ومش مناسب خالص لمرضى معينين زي مثلا اللي عندهم اضطراب الهلع أو اضطراب ما بعد الصدمة. وكمان بصراحة الدراسات العلمية القوية اللي تثبت فعاليته بشكل قاطع لسه محتاجة تبقى أكتر وأكبر. تمام، يبقى الحذر واجب جدا معاه. إيه تاني؟ عندنا كمان الجينكا بيلوبا، وده نبات صيني مشهور جدا وليه استخدامات تانية كتير. الجينكا معروفة. المصادر بتشير إن ممكن يكون ليها دور في حماية الأوعية الدموية والأعصاب، وفي كلام إنها ممكن تساعد في زيادة إنتاج أكسيد النيتريك NO عن طريق إنزيم معين NOS. الإنزيم اللي بيصنع المادة دي. أيوة، وفي نظريات بتقول إنها ممكن تشتغل على الدوبامين في المخ وده يحسن الاستجابة أو الرغبة. بس وارد جدا نلاقي دراسات تانية ما وصلتش لنفس النتائج القوية دي، صح؟ ده اللي بيخلي الواحد محتار ساعات. فعلا، وده طبيعي جدا في أبحاث الأعشاب، النتائج ساعات بتكون متضاربة. نيجي لنبات تاني اسمه تريبيوليس تيرستريس أو الحسك. تريبيوليس؟ أيوة، ده برضو ليه استخدام تقليدي معروف لتحسين وظيفة الانتصاب وزيادة القدرة الجنسية. لكن الأبحاث العلمية اللي حاولت تشوف تأثيره على رفع هرمون التستوستيرون في الدم نتائجها مختلفة جدا. يعني مش مؤكد حتة التستوستيرون دي؟ اكتئاب وكحماية للأوعية. بعض التجارب الصغيرة أظهرت إنه ممكن يحسن الانتصاب. والزعفران كمان؟ أيوة، لكن تجارب تانية قارنته بأدوية مشهورة زي السيلدينافيل الفياجرا ما لقتش فرق كبير لصالحه. يمكن يكون مفيد أكتر لو المشكلة أصلها نفسي أو مرتبطة بأدوية الاكتئاب. يعني كل عشبة ليها قصة وآلية مختلفة محتملة. بالظبط. والمصادر بتشير لمجموعات تانية كمان بشكل موجز، أعشاب بتشتغل على نفس المسار بتاع أكسيد النيتريك زي التوم والجينسينج بأنواعه، وعشبة مشهورة اسمها عشبة العنزة أو الإيكارين. أسماء كتير فعلا. وفي أعشاب تانية ممكن يكون ليها تأثير على الهرمونات زي التستوستيرون، زي الموريندا أوف سيناليس ونبات اسمه سيمن كوسكوتا. وتالتة بتساعد على استرخاء العضلات الملساء نفسها اللي في جدار الأوعية الدموية زي ليجوستيكيام تشانغشونغ. وكل دول ليهم جذور واستخدامات في الطب التقليدي بالذات الصيني والكوري. يعني الآليات المحتملة كتير. نقدر نلخصها في كام نقطة: تحسين تدفق الدم وده غالباً عن طريق أكسيد النيتريك، التأثير على الهرمونات، تقليل الإجهاد التأكسدي اللي هو زي الصدى اللي بيحصل للخلايا وبيبوظها، والتأثير على الإشارات العصبية اللي رايحة للعضو. حلو قوي التلخيص ده. ونقطة العمل النفسي اللي ذكرتها المصادر زي التوتر والاكتئاب دي مهمة قوي نفكر فيها إن الموضوع مش مجرد ميكانيكا وخلاص. تماماً، العامل النفسي وزنه تقيل جداً في الموضوع ده، وغالباً المشكلة بتكون يعني مزيج من الأسباب، جسدي ونفسي مع بعض. وهنا بقى لازم وقفة مهمة جدا، صح؟ التحذيرات.
أيوة، دي أهم نقطة يمكن. بالرغم إن كل الأعشاب دي ليها تاريخ طويل من الاستخدام الشعبي والتقليدي، إلا إن الإثبات العلمي القاطع والمؤكد لفاعلية أغلبها بصراحة لسه محدود أو نتائجه متضاربة. يعني الكلام الشعبي حاجة والدليل العلمي حاجة تانية. بالظبط. وشفنا إن في احتمال لآثار جانبية زي اليوهيمبي كمثال واضح. والنقطة الأهم من كل ده، ضروري 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 استشارة طبيب متخصص قبل أي حد يفكر يستخدم أي نوع من الأعشاب دي. دي لازم نحط تحتها مليون خط. أكيد، خصوصا لو الشخص ده عنده أصلا أمراض مزمنة زي السكر أو الضغط أو القلب، أو بياخد أدوية تانية ممكن تتفاعل مع الأعشاب دي. مش معنى إن الحاجة طبيعية جاية من الأرض إنها آمنة 100% ومناسبة لكل الناس ولكل الحالات. الطبيعة فيها كنوز، بس محتاجة علم وحكمة في التعامل معاها. فعلا. طيب، في نهاية النقاش ده، إيه الخلاصة اللي ممكن نطلع بيها؟ ممكن نقول إن الأعشاب دي بتمثل مسار تاريخي، وممكن يكون في بعض الإمكانيات غالباً بتستهدف تحسين تدفق الدم أو التأثير على الهرمونات. لكن الموضوع ده بيتطلب حذر شديد جداً ومعرفة علمية واستشارة طبية مؤكدة. يعني الفكرة الأساسية اللي بناخدها من المصادر هي وجود فجوة واضحة بين الاستخدام التقليدي لبعض الأعشاب دي وبين الأدلة العلمية القاطعة اللي لسه مستنيينها لأغلبها. تماماً. وده بيخلي الحذر الشديد واستشارة الطبيب دي نقطة البداية لأي تفكير في استخدامها. ضعف الانتصاب مشكلة معقدة، والأعشاب لوحدها غالبا مش هي الحل السحري أبدا. ممكن تكون جزء صغير جدا جدا من خطة علاجية شاملة بيحطها الطبيب. بالظبط كده، جزء صغير ومحتاج تقييم دقيق. ونختم يمكن بفكرة أخيرة نسيبها للمستمعين يفكروا فيها. بعيدا عن الأعشاب والأدوية وكل ده، تفتكروا إزاي ممكن يتغير فهمنا وتعاملنا مع الصحة الجنسية لو بدأنا ندي مساحة أكبر وأهمية أكبر للتواصل الصريح والمفتوح بين الشريكين، والصحة نفسية وعاطفية قوية كجزء أساسي بيكمل أي علاج تاني؟ مجرد نقطة